تعد القنبلة الذرية واحدة من أعظم الابتكارات التكنولوجية والتي غيرت مجرى التاريخ. تعتمد هذه القنبلة على مبدأ الانشطار النووي، وهي عملية يتم فيها انقسام نواة ذرية ثقيلة إلى نواتين أصغر مع تحرير كمية هائلة من الطاقة. يمكن اعتبار هذه العملية تجسيداً لقاعدة الكتلة تتحول إلى طاقة. القنبلة الذرية تعتمد على الوقود النووي الغني باليورانيوم أو البلوتونيوم. تبدأ العملية عندما تتعرض نواة الوقود لنيوترون، مما يسبب انشطارها إلى نواتين أصغر بالإضافة إلى عدة نيوترونات جديدة. هذه النيوترونات الجديدة تستمر في ضرب النوايات المجاورة، مما يسبب سلالة من التفاعلات المتسلسلة التي تؤدي إلى الانفجار الضخم. تصميم القنبلة يتضمن التركيز على إنشاء الظروف المثلى لمثل هذه التفاعلات النووية. يعد أحد أهم التحديات هو تجميع الكتلة الحرجة للوقود النووي، الكتلة التي يجب أن تتوفر ليحدث الانشطار النووي المستدام. هناك تقنيات متعددة لتحقيق ذلك، منها طريقة المدفع التي تجمع شطرين دون الكتلة الحرجة من الوقود بطرق ميكانيكية، وطريقة الضغط الداخلي التي تضغط الوقود إلى الحجم المطلوب باستخدام مواد شديدة الانفجار. القوة المدمرة للقنبلة النووية تأتي من الطاقة الناتجة عن عملية الانشطار، والتي يتم تحريرها في شكل حرارة وضغط مدمرين. الهيروشيما عام 1945 كانت الشاهد الأول على القوة المدمرة لهذا الابتكار البشري، حيث تسببت القنبلة الذرية في دمار شامل وخسائر بشرية هائلة. لا تنسى الاشتراك بقناة بستور للعلوم والمعارف. كنا أول من يشاهد ويستمع معنا. الحديث عن القنابل الذرية لا يقتصر فقط على قوتها التدميرية، بل يمتد إلى التأكيد على الحاجة للتحكم الحازم في استخدامها وتطوير المعاهدات الدولية للحد من انتشارها وتفادي خطر تدمير البشرية.